شايفين الشطه وحلاوتها، مخلل الشطه وجماله اهو. عايزاكم تخشوا وتشوفوا عملنا كميه الشطه دي ازاي. خشوا معايا على الفيديو وشوفوه اهو. هتاكلي كده فيها، هتعمليها تستعمليها كميه حلوه خالص اهي. هنعبيها كلها في البرطمانات زي ما احنا عايزين. مش عايزه اطول عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده انا بصيت لقيت جوزي جايب لي كل كميه الفلفل دي. يا عم نعمل لها كل كميه الفلفل الحمراء دي. قال ده الكيلو ب5 جنيه. قلت طب كتير، طب يعني حاجه كتيره خالص خالص خالص. هعمل ايه؟ انا مش عايزه اعمل هريسه الشطه دلوقتي، ولا عايزه اتعب نفسي، وعايزه اخلص كده من الكميه دي، يعني مش عارفه اعمل فيها ايه. فقلت والله انا هغسلها واعملها كده ايه، ناكلها شطه كده مخلله كده بالشطه كده، ناكلها شطه يعني ايه. هنغسلها غسله كويسه ونقطعها ونعملها كده زي المخلل، بس هنعملها شطه ناكلها كده ونعملها اهو. هروح اغسلها وارجع لكم. طبعا الكميه كميه كبيره، انا هفضل اغسل فيها غسله كده كويسه اهو زي ما انتم شايفين تحت الحنفيه. انا لما شفت الفلفل ده كله قعدت اقول الفلفل ده كتير، الفلفل ده كتير، احنا عايزين حاجه بس اهو الحمد لله اهو. انا هغسلها الغسله دي كده، هغسلها غسله كويسه خالص وميه تحت الحنفيه اهو زي ما انتم شايفين. هغسل الغسله الفلفل اهو. افضل اغسل كل الكميه دي. هرجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، عشان الفيديو فعلا هو انا لو عملت من البدايه للنهايه هيبقى الفيديو طويل، لان الفلفل كميه كبيره، فانا هختصر الفيديو خالص اهو. الحمد لله غسلت الفلفل، ربنا يقدرني ان انا هفضل ايه هعمله. هفضل طبعا اقطعه حتت كده، اقطعه وهحطه ايه في حاجه لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي بالشكل ده. طبعا الفلفل حراق اهو شايفين. هفضل اخلص كل الكميه دي، هقطعها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي اهو اهو. هقطع الكميه كلها كده، هقطع واخلص، وربنا يعيني على شويه الفلفل دول بصراحه اهو. هو حلو يعني يا حبايبي، هو حلو بس يعني كميه كبيره ما شاء الله. اما الواحد بيعمل كميه صغيره عشان يفض كده ويخلص بسرعه، لكن الكميه دي كبيره خالص. قلت لا مش هعمل هريسه، انا هعملها كده ايه زي ايه، هنخللها كده شطه كده ناكلها كده باي اكل كده جنبنا اهو. وهنستعملها برضو لو عايزين نستعملها، هنعمل منها هريسه الشطه هنستعملها اهي. بس الكميه ما شاء الله كميه طبعا كبيره. انا هطول عليكم طبعا دلوقتي، فانا هخلص التقطيع كده كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهرجع لكم اهو. الحمد لله دي قطعتهم اهو. هرش حوالي نص كوبايه من الملح كده عليها اهو، عشان الفلفل يدبل معايا كده شويه، عشان اعمله بالشكل ده اهو. كل الفلفل خدين الملح وهغطيه واسيبه يدبل. هسيبه من بالليل للصبح او ساعتين كده، المهم يدبل معايا الفلفل ده، وبعد كده هشوف هعمل فيه. تعالوا نشوف الفلفل بتاعنا بعد ما سيبناه في الملح، خليناه في الملح اهو، نزل ميته اهو، خليناه يدبل خالص اهو، نزل الميه بتاعته. وعملنا حبه فصوص من الثوم، طبعا حبه كتير عشان الفلفل بتاعنا كتير. وهبدا اجيب الكبه بتاعتي اهي، هجيب الكبه وهنزل في الكبه الفلفل، وهضرب الفلفل مع الثوم
طبعا الفلفل كانت كمية كبيرة اللي معايا اهو. هنزل عليه في الكبة. هحط الثوم، الكبة بتاعتي، وابتدي اضرب الفلفل اهو. كل ما كده هحط كمان علشان الكمية تتضرب كويس مع بعضيها. كده اهو ضربت الفلفل اهو في الكبه اهو بالشكل ده. انا محضره اهو. هنزل كل الخليط ده كده اهو. انا عايزاه بالشكل ده اهو. هعمل كل الكمية كلها بالشكل ده. عايزة تضربيه في الكبة تضربيه في الخلاط زي ما انت عايزة اهو. لو عايزة تنعميه اكتر من كده هتعمليه في الخلاط اهو. اخر الكمية اهي كلها عملنا الكمية كلها اهي من الشطة. خلاص خلصناها الحمد لله اهو. الكمية كلها شايفين ما شاء الله. كمية كبيرة. عملنا كل الكمية دي. هننزل دلوقتي هنجيب الليمونة وهنجيب خلنا، ولو محتاجة ملح فوق اللي زي غير اللي رشناه عليه قبل ما نضربها في الكبة ودبناه بيها اهي. عايزة تعملي هريسة منها تعملي، بس احنا هنعملها ايه زي المخلل. هتاكليها كده شطة. عايزة تحطيها في بعض الحاجات زي هريسة الشطة ماشي اهو. شايفين احنا عملنا جبنا كمية من الليمون وعصرناها. هننزل عليها كده بكمية الليمون. حطينا حوالي 3 معالق من الملح كمان اهو. وهنحط خل، يعني حوالي نص كوباية خل اهو. هنبتدي بقى ايه نقلب كله كده ببعضه اهو. نقلب كله ببعضه كده. هجيب برطمانات عندي وغسلاها ومنضفاها وهعبي. هتحطي كمية زي ما انت عايزة. هتحطيها في التلاجة هتفضل معاكي اهو. كمية كده. انا كانت كمية الفلفل الشطة ده كانت كمية كبيرة زي ما انتوا شفتوا اول الفيديو. واذا وصلتوا معايا لحد كده اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير وادخلوا كده بقى على القناة اهو كده. احنا كده خلصنا الكمية بتاعتنا اهي. هنيجي كل برطمان هحط عليه حبة زيت على الوش. هيفضل معاكي. دي حطيتهم في علبة صغيرة اهي
هحط برضو حبة على الوش اهو اهو، وهحطه، هتحطيه في التلاجة اهو. شايفين حلاوته وجماله اهو اهو. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير عشان يوصلكم كل جديد. هتاكلي احلى مخلل شطه، هيبقى جميل جدا. هتجيبي بتنجان، عايزه يبقى عندك جاهز لاي هتاكليه كده، وهي حتى لو حراق هيبرد معاكي من الليمون ومن الخل اهو. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير يا جماعه اهو، واشتركوا في القناه اهو. اذا عجبكم الفيديو اهو اشتركوا في القناه. احلى شطه كميه جات لنا اهو. لو عندك فلفل جالك مش هتحتاري فيه اهو اهو. شايفين حلاوته وجماله اهو اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.